السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صينية بطاطس كده سادة من غير حاجة. ده البصل بتاعي بصلتين، ومعايا فصين 3 توم، ومعايا ايه البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عبارة عن كمون وفلفل وكزبره والحاجات. بهارات اللحم بحب احطها على البطاطس. فانتوا ايه شوفوا بعدها كده. انا هقطع البطاطس بتاعتي دي شرايح طويله، هوريها لكم دلوقتي. بصوا بقى، انا خرجت البصله اهيت. البصله بتاعتي هنزلها، وهنزل معاها التوم ما تكتريش، انا مبحبش التوم الكتير عامه علشان خاطر مبحبوش قوي يعني. بعد كده هقلبها مع بعضها كده الاول، وبعد كده بقى هنزل بالبهارات بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات لحمة. انا بحب احط البهارات اللحمة فيها. وبعد كده بقى هي دي الخلطة المهمة. الخطوة دي مهمة جدا، ما تنساهاش. تفضلي تدعكي كده البصل بتاعك مع الثوم مع الفلفل الاسود. بصي وانتي بتخرطي البصلة ابعصي ال السكينة بتاعتك زيت، عشان ما تخليكيش تعيطي وتدمعي. انت اصلا مش محتاجة تعيطي. بص انا دعكت بس. البطاطس بتاعتي خرطتها زي ما قلت لكم اهي. ظبطها كده في الصينيه. هات البطاطس بس وانزل عليها، انزل عليها بالطماطم كده. انا بحب اصفي الطماطم حتى، يعني لو ايه كده، لو انت عايزه تحطيها من غير تصفيه حطيها، بس انا بحب اصفيها عشان ما يبقاش فيها اي كتير. حطها بقى على النار الاول. تعالوا بقى برضو هنحطه عليها اقدام سمنه وزيت وكده، وهتبقى مية مية. برضو اعملها ني في ني كده، واحب اظبطها كده الاول، وبعد كده احط عليها بقى الايه الماده الدهنيه بتاعتها. تعالوا انا ولحت عليها اهي، وبعد كده احط لها شويه زيت الاول كده. والله جربوا الطريقه دي جميله، مش هتبطلوا تعملوها. وكمان احنا في الحر، فاحنا مش عايزين الاكل يعني يكون ايه مسبك قوي يعني، لان الحر ده. ومعايا معلقه سمنه اهي حطيتها عليها، هتدوب بقى هتبقى معاكوا تمام. هسيبها بقى مع نفسها لحد ما تغلي. هي شغاله غلوان كده، انا مش هسيبها كده برضه، انا هاخدها واحطها في الفرن، بس سايباها تنشف كده، تسيب نص طياب كده عشان ما اغيبش في الفرن. بصوا هنعمل بقى ايه برامين فيهم لحمه كده بالفراخ، هيبقوا جمال. احط دي الفراخ. تعالوا بقى نشوفوا الايه الاول كده. نزلت الحته في البرام كده، همسك البرام بقى الف بيه السمنه الحاره. وهنا نفس الايه، دي سمنه فلاحي تخلي البرام توديه في حته تانية خالص. وبعد كده بقى ايه، احط معلقتين، احط شويه رز كده صغيرين في القعر الاول كده، في قعر البرام. مش عايزه اكتر يعني ايه، واظبط كده. صلوا بنا على النبي الاول كده، عشان الحاجه لما بتصلي فيها على النبي بتبقى مبروكه وبتبقى حلوه. وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا معايا في القناه وتدوني لايك، وتخشوا كده تتفرجوا والفيديو بتاعي يعجبكم. احط شويه فلفل كده بهر الرز بتاعي، وبرده التاني احط برده شويه ملح، ابهر برده ملحه كده. ما تكتريش لان الجو حر اصلا مش محتاج. اجي بقى ايه، الفراخ بتاعتي اهي نظيفه وزي الفل. احط بقى هنا كده
كده، احط هنا برضو كده. صلوا على النبي كده، ويا رب اللي ما شافش القناة بتاعتي يشوفها وتعجبه ويشترك معايا. وبعد كده برضو هبهر نفس اللي انا عملته هعمله تاني، علشان حاولي ما تكتريش رز في قعر البرام ولا فوقه، عشان ما يزهقكيش في الطياب وكده. وكمان لما تبقي عروسه مبتدئه كده وتلاقي حماتك بتقولك اعملي ومش عارفه ايه ولازم تعمليه، فحاولي ان انت على قد ما تقدري ايه تقللي الرز بتاعك. نجاح البرام بتاعك في الحاجه دي بالذات، اصل مش رز ده مش عادي يعني، مش ساده، لا ده هو انتي حاطه له فراخ وكده، فلازم تقللي الرز على قد ما تقدري، يعني متكتريش. معيار الرز العادي مش هو يعني، انت ما تنسيش ان انت حاطه فراخ في النص كده واهم حاجه اللبن بتاعك يكون حلو، ما تكونيش يعني ايه مزوده اللبن ميه كتير والكلام ده، عشان احنا طبيعي يعني لازم بنحط شويه لبن. بس برجع تاني احط مثلا نص كيلو لبن، احط عليه كوبايه ميه، مش لازم كله يعني ايه كده. انا ظبطت كده خلاص. انا حبيت اقلل العيار بتاعه، هرجع تاني ابهره برضو نفس ما عملت، هعمل تاني وان شاء الله هيبقى زي العسل كده، وهتشوفوه معايا وهو طالع هتبقوا نفسكم تاكلوا منه بصراحه كده. صليتوا بينا على النبي، الصلاة على النبي في الايام المفترجه دي بقى بتفك الكرب وبصوا بتزيل الهم يعني. بصوا اللبن بتاعي اهو. انا مش هحط اللبن كله، لان انا هطلع احطه في الفرن فوق بعيد عني شويه كده. خلاص انا ظبطته وهاخد بقى اكمل فوق. هحطه خلاص كده، هحطه في الفرن اهوت. اسمع البراية خلاص كده. اللهم صل على النبي كده، اتظبطوا بقوا تمام. ناخده بقى زقيه من السمنه كده ونحطها عليه كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده عسل تستاهل بقكم بصراحه. على اللي هو ده بعد ما زقته كده ميه بلبن بس وكده ايه تمام. نخشوا الفرن بقى ومع بعض بقى يتلبنوا مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي بعد ما طلعت، شوفوا شكلها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده. بصراحه مش هقول لكم على طعمها. الخرطه بصوا طيبه وجميله. بصوا وده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن وطابوا. تعالوا بقى افضلكم واحد. بصوا انا بحب اشيل الوش ده، هو بيبقى لبن بس انا بحب اشيل. هفضي معاكم واحد واوريكم الفراخ بتاعته عامله ايه. بصوا فضيته، بصوا بقى الفراخ، بصوا الفراخ بقى طيبه وطعمها جنان. بصوا مع الرز كده بقى، مع البطاطس، مع خلطة بطاطس كده، طعمها جنان. يعني متنسوش بقى تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة.